سارة الجزائرية بتلتف بعلم الجزائر، وسمارة يحيى بتودع الجزائر بعد ما قضت فيها أيام جميلة جدا جدا جدا. وهتروح على فين؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو. حب بين سارة ومحمد محمود عبد العزيز بيلفت الأنظار وبيتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل أي تفاصيل لايك للفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بنتكلم عن الجميلة الجزائرية سمارة يحيى، وكمان الجميلة الجزائرية سارة، وهي بتلتف بالعلم الجزائري. بتحط البوست ده على الستوري بتاعها، بتلاقي تفاعل كبير جدا 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 من متابعيها ومحبيها. والناس دايما بتحب وقد ايه هي يعني بتحب بلدها وبتقدسها جدا جدا، ومبسوطة مع زوجها. ودايما حب وتفاعل كبير جدا ما بينهم بيبقى على السوشيال ميديا. ربنا يا رب يحميهم ويحفظهم يا رب، اللهم امين. والجميلة القمر سمرة يحيى خلاص بتودع الجزائر وبتسافر على دبي من تاني، بعد ما قضت بقى عيد ميلادها وسط مع جدتها ومع أقاربها وأصحابها وأحبابها. كمان قضت العيد وكلت اللحمة واتبسطت في الجزائر. يعني طبعا حضراتكم عارفين ان الجزائر بلد مضيافة، يعني للغريب قبل القريب طبعا. ربنا يا رب يديم المحبة ما بيننا. وان هي كانت مبسوطة جدا جدا لما كانت قضت اجازة طويلة جدا في الجزائر، وبعد كده رجعت بقى خلاص. خلاص بقى كل حاجة بترجع ل زي ما كانت شغلها. ربنا يا رب يوفقها يا رب، ويرزقها بالزوج الصالح اللهم امين يا رب، ويعوضها خير اللهم امين يا رب. حضراتكم عارفين ان الجزائر دي اصلا بلد مضيافة جدا جدا جدا، وشعبها كرمة قد ايه وطيبين قد ايه. ربنا يا رب يحفظ جميع الدول العربية ويحفظ الجزائر ويحفظ مصر اللهم امين. ده الفيديو مع حضراتكم ومع السلامة.